ده فيديو منتشر شويتين تلاتة في الفيسبوك تقريبا كده في جامعة عين شمس. تكدس رهيب بين الشباب والبنات وكأنه يوم الحشر، وطبعا تحرش جنسي واضح بطريقة فجة قوي وكأننا في شقة دعارة. الحقيقة اللي حابب اقولها بعيد عن لوم الاهالي، لان دول بنت او ولد عندهم 20 سنة وعارفين كويس قوي الحرام والحلال والصح والغلط. البنت اللي تقبل انها تتحشر الحشرة دي وجسمها يبقى مداس لكل من هب ودب هي بنت عديمة الدين وقليلة الادب، وما تستحقش لقب انسانة. وحلال اللي بيحصل فيها في الدنيا وهيحصل فيها في الاخرة، وما هي الا مسخ ماشي على الارض. والولد اللي يزنق نفسه في الزحمة عشان يتحرش بديه وبديه، رغم ان اخته سهل قوي تبقى في يوم مكان البت اللي هو بيتحرش بيها دي عيال ناقصة وعديمة الدين والمروءة، يعتبروا خنازير ماشية على الارض. مش بس كده، والاخوة اللي واخدين تبرير وبيرموا اللوم على ادارة الجامعة عشان مش منظمين وما عملوش فاصل ما بين الولد والبنت. احب اقول لهم من امتى مكان العلم بنروح نسقف ونرقص فيه تحت رجل المطربين والمهرجانات؟ من امتى فلوس اهالينا اللي بيجيبوها بطلوع الروح بنروح ندفعها لمطرب او مغني او رقاصة واقفين على المسرح واحنا واقفين تحت رجليه؟ المطرب بيبقى فوق المسرح وانتوا بتبقوا تحت رجليه يا متعلمين يا بتوع الجامعات. ومن امتى اصلا كانت الحفلات دي حلال؟ ولا هنمايع في الدين عشان خاطر الهانم والبيه يفكوا شوية من الكلية؟ اهي قلبت تحرش ونجاسة وقلة ادب، وجسمك كبنت اللي مفروض اغلى ما تملكيه بقى متداس من كل من هب ودب، بقى ملهوش اي قيمة. ومش بس كده، ده حسابك عسير عند ربنا. لو ما فوقناش وفكرنا شوية، مفيش بنت صاحب الدين وحياء ولا شاب صاحب مروءة هيقبل اصلا يدفع 500 جنيه في حفلة يقف يرقص تحت رجل مطرب ويغني. وانت واختيارك. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. السلام عليكم.